ابويا ده راجل برنس قوي ودماغه شغاله، هو متعود انه كل يوم بيشرب قهوه في نفس الفنجان اللي بيحب يشرب فيه، بس لقى ماما غاسله الفناجين وشايلاهم في النيش، فبابا رايح يطلع فنجان يعمل فيه قهوه، راح الفنجان واقع من ايده مكسور. بابا فضل واقف مش عايز يتحرك عشان الازاز ما يدخلش في رجله، وقال لي مش ناوي ياض تقوم تعمل حاجه بدل ما انت قاعد كده؟ فقمت وبدات اشيل الازاز، وفجاه ماما دخلت علينا وهي بتشهق بصوت عبله كامل، وقالت مين اللي كسر الفنجان؟ راح بابا مديني على قفايا وقال لي هو انا مش قلت لك لما تعوز حاجه من النيش تستأذن امك الاول، ولا هو كلامي ما بيتسمعش يعني؟ وراح باصص لماما وقال لها خلاص عندي انا المره دي، وبعدين ده عيل يعني وغلط. وكل ده وانا واقف ماسك نص الفنجان اللي اتكسر ومتنح وبتفرج عليهم. الموقف التاني، اختي الصغيره عايزه تعتمد على نفسها وعملت مشروع جميل قوي، بتاخد مننا كلنا فلوس وبتروح تشتري هدوم مضروبه من على الفيس وتحاول تبيعهم لاصحابها، فبتفشل ومش بيتباعوا عشان ذوقها اللي زي وشها، فتيجي تحاول تبيعهم لنا احنا وبتفشل برضه. ودلوقتي هي قاعده بتعيط عشان حاسه ان ملهاش لازمه في الحياه، وبابا قاعد معاها بيحاول يقنعها ان هي الدنيا بس اللي جايه عليها شويه